سيداتي وسادتي، نحييكم من مقر البرلمان ودورة تشريعية جديدة يفتتحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يتعلق الأمر بالدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية التاسعة. هي دورة عادية من الناحية الدستورية، لكنها بنكهة استثنائية، كونها دورة أخرى في ظل الدستور الجديد الذي يخول البرلمان اختصاصات جديدة كفيلة بجعله ينهض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية على أكمل وجه، وكونها دورة ستواصل مهمة تنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الجديدة. يفتتح جلالة الملك الدورة الخريفية للبرلمان بخطاب ملكي سام يضمنه جلالته توجيهاته السديدة لممثل الأمة وباقي المؤسسات الدستورية لمواجهة المرحلة النيابية والسياسية المقبلة. تحية العلم على نغمات النشيد الوطني في مستهل مراسيم افتتاح دورة جديدة من سنة تشريعية جديدة. جلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يستعرض تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي لجلالته التحية الرسمية. والافتتاح الدستوري للسنة التشريعية من طرف جلالة الملك يعد مناسبة مواتية لمخاطبة النخبة السياسية والشعب المغربي حول القضايا الوطنية الكبرى، وحرص جلالة الملك المتجدد على تبادل المشورة مع ممثل الأمة حول أحوال الأمة لا يعادله إلا الشعور المولوي القوي بجسامة الأمانة والتزام جلالته بمنهجيته حفظه الله في الحكم، عبر إشراك البرلمان في بلوغ الهدف الأسمى لبناء مغرب ديمقراطي موحد منتج وتضامني متقدم ومنفتح محافظ على هويته وأصالته. الدورة الخريفية تتميز بأجندة تشريعية ثقيلة من حيث مشاريع القوانين التي سيناقشها ممثل الأمة، من قبيل القانون التنظيمي للمالية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة، واستكمال المصادقة على القوانين التنظيمية وقانون البنوك التشاركية، إلى جانب إصلاح صندوق التقاعد وصندوق المقاصة وإصلاح منظومة العدالة. تنعقد الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة في ظل وضعية تبرز عدد من الرهانات التي تنتظر المؤسسة التشريعية، أهمها الرفع من وتيرة التشريع والبث في عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل دستور 2011. والدورة الحالية من السنة التشريعية الجارية ستسير على إيقاع مشهد سياسي تتجاذبه الإرادة القوية لإعادة هيكلة الحياة السياسية وفق مختلف المستجدات، علما بأن التحولات الكبيرة والإصلاحات العميقة والجذرية التي تشهدها المملكة
أضحت تفرض على جميع المكونات والفعاليات إعادة هيكلة بنائها وبنيتها من أجل مواكبة الانخراط في بناء مشروع مجتمعي حديث، الأمر الذي سيجعل الدورة الخريفية وما يعقبها من دورات حبلى بمناقشة وإقرار نصوص قانونية هامة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة. وبينما تتأهب الساحة السياسية الوطنية للتفاعل مع دورة تشريعية جديدة، نستحضر الضرر الغالية التي تضمنتها الخطب الملكية السامية في افتتاح دورات سابقة، وما احتوته من توجيهات نيرة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز في تجاوب عميق مع مختلف التطلعات. فقد دعا جلالة الملك الأحزاب والفرق النيابية إلى الأخذ بحكامة برلمانية جيدة عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة وممارسة نيابية ناجعة قائمة على تعزيز حضور الأعضاء وجودة الأعمال ومستوى الإسهام في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب. كما أكد جلالة الملك على وجوب عقلنة الأداء النيابي بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين النواب والمستشارين، والنهوض بدورهما في انسجام وتكامل كمؤسسة واحدة هدفها المشترك جودة القوانين والمراقبة الفعالة والنقاش البناء للقضايا الوطنية، وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية، على اعتبار أن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا بقدر ما هي أمانة تقتضي الانكباب الجاد على إيجاد حلول واقعية للقضايا الملحة للشعب. والتطور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه المغرب أملى حتمية تجديد المؤسسة التشريعية، وهو ما مكن المجتمع المغربي من إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التحديث الذي تعرفه بلادنا. تحقق هذا التجديد على وجه الخصوص بإصلاح دستوري إرادي وبتأسيس برلمان جديد، إن على مستوى مكانته أو في نظامه أو سلطاته. فعلاوة على المنزلة الرفيعة التي يحظى بها في الصرح المؤسسي الدستوري، فإنه أصبح مصدرا وحيدا للتشريع الذي اتسع مجاله، فضلا عما أصبح له من اختصاصات في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد. كما تم تعزيز دور المعارضة البرلمانية كسلطة نافذة مع تخويلها وسائل عمل جديدة تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرلماني، وتعميقا لدور البرلمان في مراقبة الحكومة تم تدعيمه دستوريا ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية، ما يفتح الآفاق واسعة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج الحكومية. والممارسة البرلمانية التعددية بالمغرب خيار استراتيجي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن، نابع من الإيمان العميق للمغرب وقواه الحية بالمبادئ الديمقراطية، وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي رائدا في محيطه الجوي والقاري. والبرلمان المغربي ذاكرة حية شاهدة على المواقف الثابتة والنضالات الكبرى التي عرفتها بلادنا في سبيل السير قدما بمسارها السياسي التعددي. وقد عرفت المؤسسة التشريعية تطورا طبعته الحكمة وبعد النظر ضمن مسار تدريجي وبإرادة قوية، وهو النهج السليم المعتمد لتعزيز مكانة المؤسسات. تطور المسار المؤسسي لبلادنا على التجديد المستمر
واستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة النيابية على الصعيدين الوطني والمحلي باعتبارهما مسارين متكاملين. هي دورة تشريعية عادية تشكل أحد مداخل تنزيل الإصلاحات السياسية الواردة في دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة وأن الساحة السياسية الوطنية تعيش مرحلة هامة باتجاه ترسيخ مؤسسة برلمانية فاعلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، تأتي السنة التشريعية التي نفتتحها اليوم في سياق خاص قبل عامين من نهاية الولاية التشريعية الحالية التي حددها الدستور كأجل لإخراج جميع القوانين التنظيمية، وهي أيضا سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب في مختلف المجالات والتي سبق عرضها في خطابي العرش و20 أغسطس. وكما قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف مؤهلاتنا وما يواجهنا من صعوبات وتحديات. لقد وصل المغرب اليوم والحمد لله إلى مستوى متميز من التقدم، فالرؤية واضحة والمؤسسات قوية بصلاحياتها في إطار دولة القانون، وهو مصدر افتخار لنا جميعا ومن حق كل المغاربة أفرادا وجماعات أينما كانوا
أن يعتزوا بالانتماء لهذا الوطن. وكواحد من المغاربة فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي. وأنتم أيضا يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن وأن تجسدوه كل يوم وفي كل لحظة في عملكم وتعاملكم وفي خطاباتكم وفي بيوتكم وفي القيام بمسؤولياتكم. ولمن لا يدرك معنى حب الوطن ويحمد الله تعالى على ما أعطاه لهذا البلد أقول: تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة. إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب وشعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة. إنه شعور لا يباع ولا يشترى ولا يسقط من السماء، بل هو إحساس نبيل نابع من القلب عماده حسن التربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه. والاعتزاز لا يعني الانغلاق على الذات أو التعالي على الآخر، فالمغاربة معروفون بالانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات. غير أن تعزيز هذا الإحساس والحفاظ عليه يتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل لتوفير ظروف العيش الكريم لجميع المواطنين وتمكينهم من حقوق المواطنة، ولكنه يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها. وهنا أتوجه لكم معشر السياسيين لأقول لكم إنكم مسؤولون بالدرجة الأولى على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الإدارية والمنتخبة، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ليشعر المواطن أنها فعلا في خدمته. ولجميع المواطنين أقول: أنتم مصدر وغاية هذا الاعتزاز، والوطن لا يكون إلا بكم، فعليكم أن تجسدوا ذلك بالانخراط في كافة مجالات العمل الوطني، وخاصة من خلال التصويت في الانتخابات الذي يعد حقا وواجبا وطني لاختيار ما يقوم بتدبير الشأن العام. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن بلدنا يحظى بالتقدير والاحترام وبالثقة والمصداقية جهويا ودوليا، كما أن لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم. غير أنه يجب أن نعرف جميعا أن هناك في المقابل جهات تحسد المغرب على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره وعلى رصيده التاريخي والحضاري وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه. ورغم مناورات الحساد فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات، وبموازاة ذلك فإن من واجبات المواطن الالتزام باحترام مؤسسات الدولة التي ترجع حمايتها للسلطات الحكومية والقضائية والمختصة وللمؤسسات الحقوقية وهيئات الضبط والحكامة كل من موقعه. إننا لسنا ضد حرية التعبير والنقد البناء، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن، فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور. كما أن المغرب في حاجة لكل أبنائه ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوى اقتراحية تساهم في النقد البناء وتوازن السلطات. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن السنة التشريعية الحالية سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها. وأود هنا أن أؤكد أن الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه جميع المغاربة ثابت لا رجعة فيه، بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبكل إلحاح: هل تمت مواكبة هذا التقدم من طرف جميع الفاعلين السياسيين على مستوى الخطاب والممارسة؟ إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن والموضوعية في التحليل والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن وليس فرقاء سياسيين تفرق بينهم المصالح الضيقة. غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية. فإذا كان من حق أي حزب سياسي أو أي برلماني أن يفكر في مستقبله السياسي وفي كسب ثقة الناخبين، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى والانشغالات الحقيقية للمواطنين. أما ممارسة الشأن السياسي فينبغي أن تقوم بالخصوص على القرب من المواطن والتواصل دائم معه والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم وللعمل السياسي بمعناه النبيل، وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، كما أنها تتطلب قبل كل شيء الانكباب الجدي على الأسبقيات الوطنية مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى. وفي هذا الإطار يتعين إعطاء الأسبقية لإخراج النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، وخاصة منها إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام الأساسي للقضاة، فالعدل أساس ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم وإماد الأمن القضائي المحفز للتنمية والاستثمار. وفيما يخص القضاء الدستوري فإننا سنتولى قريبا إن شاء الله تنصيب المحكمة الدستورية بصلاحياتها الواسعة، داعين مجلسي البرلمان للتحلي بروح المسؤولية الوطنية ومراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة في اختيار الأعضاء الذين يخول لهم الدستور صلاحية انتخابهم. كما ينبغي استكمال إقامة مؤسسات ديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة وفق المقتضيات الجديدة، داعين الحكومة والبرلمان إلى الاستفادة أكثر من الاستشارات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات. وكما تعلمون فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة، وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة. وعلى بعد أقل من سنة على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين: ماذا أعددتم من نخب وبرامج للنهوض بتدبير الشأن العام؟ إن التحدي الكبير الذي يواجه المغرب اليوم لا يتعلق فقط بتوزيع السلطات بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلطات وجعلها في خدمة المواطن. ومن هنا فإن الانتخابات المقبلة لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي بين البرامج والنخب، وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسية. إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز
والرابح الكبير هو المغرب، لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين فإنهم يساهمون بمشاركتهم في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة، كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة ويقدموا البدائل الواقعية التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام. أما الخاسر الأكبر فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا أو إرثا خالدا إلى الأبد، فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولوا بأنها مزورة، وإذا فازوا يسكتون مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام. صحيح أن الانتخابات كما هو الحال في جميع الدول تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء وللمجلس الدستوري الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة. لذا ندعو الجميع للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات والتحلي بروح الوطنية الصادقة في احترام إرادة الناخبين. ولا يخفى عليكم ما يقتضيه منكم واجب الدفاع الدائم عن الوحدة الترابية للبلاد، وإننا نشيد بما تبذلونه من جهود صادقة في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية. فإذا كان من واجبي كملك للبلاد أن أنبه إلى الاختلالات وأعمل على تصحيحها، فإن من واجبي أيضا أن أعطي لكل واحد حقه. فمنذ خطابي أمامكم في السنة الماضية قام البرلمانيون بمجهودات كبيرة، وخاصة في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليم من الجنوبية، وفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري. وإننا ندعوكم لمواصلة التعبئة واليقظة للتصدي لخصوم المغرب. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا الأساسي في تحقيق كل المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وسلاحنا لرفع تحديات التنمية والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال. لذا ما فتئنا نعطي بالغ الأهمية لتكوين وتأهيل مواطن معتز بهويته ومنفتح على القيم الكونية، ولا سيما من خلال مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين. وفي هذا الإطار ندعو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية التي سبق أن حددناها في خطاب 20 أغسطس للسنة الماضية. ونخص بالذكر هنا إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل. كما ينبغي إعطاء كامل العناية للتكوين المهني ولإتقان اللغات الأجنبية لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني والانخراط في المهن الجديدة للمغرب. وإننا نتطلع لأن يتوج عمل المجلس في تقييم ميثاق التربية والتكوين والحوار الوطني الواسع واللقاءات الجهوية ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها. وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار. وفي الختام، لا يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر الذي يصادف تاريخ إعلاننا سنة 2003 عن مدونة الأسرة أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية للمرأة المغربية أينما كانت في مختلف المواقع ومن جميع الفئات داخل المغرب وخارجه لمساهمتها الفعالة في تنمية الوطن. السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إنكم أمام سنة تشريعية فاصلة، سواء تعلق الأمر باستكمال إقامة المؤسسات أو
بتفعيل الجهوية المتقدمة وبإصلاح منظومة التربية والتكوين، فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه الاستحقاقات وخير قدوة قولا وفعلا للمواطن المعتز بالانتماء لوطنه، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا سيداتي سادتي الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية التاسعة. نودعكم على أمل اللقاء بكم بعد قليل. Mm-hmm.
وحاكمي سلطاني من ينصفني وحاكمي
نجدد التحية لكم سيداتي سادتي من مقر البرلمان، حيث ترأس جلالة الملك قبل قليل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية التاسعة طبقا لمقتضيات الدستور. وقد وجه جلالته بالمناسبة خطابا ساميا تحدث فيه حفظه الله عن تطلعات المرحلة السياسية المستقبلية في ظل ما تعيشه المملكة من تحولات وإصلاحات. تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع النساء البرلمانيات في اليوم الوطني للنساء، وقد خصص جلالة الملك حيزا من خطابه الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية للمرأة تجسيدا لما يوليه لها جلالته من عناية فائقة وتقديرا لدورها الفاعل في المجتمع. بالخطاب الافتتاحي تنطلق إذن أول دورة من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية التاسعة للبرلمان، الذي يعد مكونا أساسيا في البناء السياسي والدستوري المغربي، فهو إطار للتعبير عن إرادة الأمة وممارسة سيادتها، وفضاء لبناء حاضرها واستشراف مستقبلها. والبرلمان المغربي تتلاقح فيه تقاليد الأخذ بالمشورة ورأي الجماعة مع تجارب الديمقراطية الحديثة. والخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة الخريفية يشكل إحدى اللحظات البارزة في الدخول البرلماني الحالي، إذ أنه يحدد الخطوط العريضة التي ينبغي لنواب الأمة السير على نهجها خلال سنة من الولاية التشريعية. جلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يغادر مقر البرلمان، وجموع المواطنين والمواطنات من أبناء مدينة الرباط تغتنم هذه المناسبة للتعبير عن حبها الكبير لجلالة الملك وإكبارها للجهود التي يقوم بها حفظه الله رفعة للوطن والنهوض بمستوى عيش شعبه الوفي. صورة من صور التلاحم القوي والترابط المتين بين الملك والشعب تؤكد الانخراط الفعلي للمغاربة قاطبة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء المغرب الحداثي، مغرب الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات المتواصلة والأوراش الكبرى التي تجسد الإرادة الراسخة لجلالة الملك في ضمان تنمية شاملة وتعزيز المكتسبات الديمقراطية للبلاد. وتاريخ العرش العلوي تجسيد لكل الروابط بين الإنسان المغربي ووطنه باعتباره الكيان الروحي الذي يحقق في إطاره الأمن والاطمئنان بظل مسيرة التجديد. يعمل جلالة الملك بجهد موصول وكد متواصل على قيادة الأمة برؤية متفتحة وديمقراطية متفاعلة مع تطور الحداثة، مستندا جلالته لبلوغ الغايات على الأساليب التي تقتضيها روح العصر الذي نعيش فيه ويستلزمها التطور الحاصل في شتى المجالات مع الحفاظ على الهوية الروحية والخصوصيات الثقافية. منذ أن تحمل جلالة الملك أمانة قيادة الأمة ظل دائم الانشغال بقضايا شعبه متجاوبا مع تطلعاته، حريصا على إشراكه في إيجاد الحلول الناجعة لرفع التحديات الكبرى للوطن
بروح الالتزام والتعبئة. تنعقد إذن الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة في ظل إجماع يسود الأوساط السياسية والإعلامية على أن تكون هذه الدورة حلقة هامة في سياق جهد متواصل لتنزيل باقي النصوص التشريعية المؤسسة طبقا لمقتضيات الدستور.